ومعنا هون استاذ صفوت مسؤول التنسيق والمتابعه بمديريه الحدائق. يعطيك العافيه استاذ. الله يعافيك على راسي والله، الله يعطيكم العافيه. طب نحن بدنا نلومكم اول شيء على التقصير كمديريه الحدائق، ولكن بنفس الوقت حابين نسمع منكم. هلا نحن كتقصير يعني عم نحاول نحن كل مجهوداتنا، يعني اللي عم نقدر عليه عم نحاول عليه، بس اما نحن عندنا مشكله انه عندنا نقص كبير بالكادر، انه دعوا عالم لحتى يتوظفوا. هالعالم هدول براتب $100، ما حدا اجى يعني، او كان الاقبال كثير ضعيف. يعني في عالم عم يتحججوا ان الراتب قليل وكذا هيك، بس اما انت عندك حديقه، الحديقه بتعمر بايش؟ بتعمر بالعمال طبعا. يعني انت اذا ما كان عندك كادر مناسب يغطي كل هالساحات وكل هالمحاور وكل هالحدائق ما رح يمشي الحال يعني. طيب استاذ صفوت، مكتب التوظيف لمديريه الحدائق وين صاير؟ مكتب التوظيف بالحمدانيه بخدمه المواطن، مركز خدمه المواطن. يروح لهونيك الشباب، هن طالبين شباب بين ال20 وال40، بيتوظف براتب $100. طب يعني ما هل حس المسؤوليه اللي نابع مننا انه نحن هي بلدنا، رجعت بلدنا إلنا، كانت بلدنا مسلوبه مننا ورجعت إلنا، وبالتالي لازم كلياتنا نكون ايد وحده لحتى ننظفها، لحتى نعمرها، لحتى نبنيها. ما حدا يستنى غير، لا حدا يقول انا خرج وما خرج وبيصير وما بيصير والعالم كلها عم تكب. ابدا بحالك، ابدا بحالك، ولما بيشوفوك الناس انه انت عم تتصرف تصرف صح، هن لحالهم منهم لحالهم بيستحوا على حالهم، بيحسوا بذنبه، بيحسوا بغلطهم، وبيصيروا بيتصرفوا مثلك. شكرا كثير لك استاذ صفوت. على راسي، اهلا وسهلا فيكم.